والله العظيم مش طبيعيه. وجبة الطفولة المكرونة وكفتة الفراخ، أول ما بشوفها بفتكر طنط ماجدة مامة ساندرا جارتي اللي كانت دايما بتعملها لنا كل أسبوع، وكان بيبقى من أسعد أيام حياتنا. كنت أنا وساندرا بنسيب أي أكلة في الدنيا أول ما نعرف إن طنط ماجدة عاملة لنا الأكلة الخطيرة دي. وطبعا أنا من وأنا صغيرة يا جماعة أي أكلة باكلها طعمها بيعجبني لازم بسأل هي بتتعمل إزاي، حتى لو ما كنتش لسه بطبخها. الظاهر كده الموضوع كان موهبة عندي من وأنا صغيرة وأنا ما كنتش عارفة. المهم بقى عشان نعمل كفتة الفراخ بكل سهولة بنجيب في الكبة فراخ متقطعة مكعبات. خليني أقول لكم مقادير نص كيلو فراخ. الفراخ طبعا بتاعتي تكون مغسوله ومتنشفه كويس جدا، وبعدين حطيت عليها بصلتين مفرومين احمر او ابيض اللي تفضلوه براحتكم. لو مش عايزين اولادكم ياخدوا بالهم من البصل حطوا ابيض، وحزمه بقدونس اللي هو معلقتين كبار يعني، ومعلقه ملح ونص معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره قوي من البقسماط الناعم، واسيبهم بقى يتضربوا مع بعض في الكب كده كويس لحد ما تلاقوا العجينه كلها بتلف في حته واحده. وممكن على فكره لو انتوا الكبه بتاعتكم صغيره ما تتضربش معاكم مره واحده، تحطوا حبه وتضربوهم، بعد كده حبه وتضربوهم. وعلى فكره انا حطيت شويه بهارات اختياريه هكتبها لكم تحت الفيديو. وبعد ما العجينه لمت معايا كده بدخلها التلاجة نص ساعه ترتاح، وطبعا بنكون دهنين البوله دي زيت عشان العجينه ما تلزقش فيها. بعد بقى ما خلصت ارتاحت في التلاجة نص ساعه دهنت ايدي من الزيت. تقلعوا اي خواتم في ايديكم طبعا وايديكم تكون نظيفه. انا صراحه ما بعرفش اشتغل بالجلافز بالزيت، في ان انا بصبع الكفته دي تبقى صعبه قوي بالنسبه لي. عايزيكم بقى تصبعوا الكفته متوسط، ولا تكون رفيعه قوي ولا تكون تخينه. نعملها كوره كده، بعد كده نبططها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وحاولوا طبعا تكون كلها نفس المقاس، بتكون شكلها ألذ واحلى وبتاخد وقت في التسويه نفس الوقت بالظبط يعني. شوفوا مش بتلزق في ايدي خالص عشان ايدي فيها زيت. خلصت الكميه كلها وبعدين دخلتها في التلاجة نص ساعه تاني. وبعدين بقى بنجيب طبق فيه دقيق وطبق فيه بيض ولبن وطبق فيه بقسماط. هحط الكميه كلها الاول في الدقيق. اعملوا كده احسن عشان ايديكم، يعني الموضوع كده بالنسبه لكم هيبقى اسهل. انتوا تحطوا الكميه كلها في الدقيق، بعد كده الكميه كلها في البيض ولبن، بعد كده الكميه كلها في البقسماط. ودايما لما تكون كفته فراخ ونكون نحطها في الحاجات اللي هو البيض واللبن والدقيق والبقسماط والكلام ده، تكون ايدينا حنينه جدا عشان ما تبوظش تصبيعه الكفته، يعني شكلها ما يتغيرش، نبقى بنتعامل معاها برفق جدا. ودخلتها التلاجة تاني نص ساعه تتشمع. ونعمل بقى صوص المكرونه اللي من غير اي افتكاسات خالص. نزلت في الحله ميه مغليه، لازم نسلق المكرونه في ميه مغليه تكون مالحه. وعشان نعمل الصوص بقى معلقه من زيت الزيتون او معلقه من الزيت العادي او الاتنين على بعض بيدوا نكهه حلوه قوي. وبعدين نزلت ببصلايه كبيره تكون متقطعه على الايد مش مفرومه في الكبه عشان مش عايزاها تفقد الميه اللي فيها. بعد كده قعدت اشوح فيها كويس لحد ما تدبل. يعني ايه تدبل؟ تكون طريه خالص عشان مش عايزاها تقرقش في البق يعني. بعد كده بقى جبت شفشق من الطماطم نزلت فيه حوالي تقريبا 12 طماطميه وفرمتهم كويس مع 2 من الفلفل الرومي او 2 من الفلفل الحامي. وبعدين نزلت على البصل بقى بالصوص الطماطم ده، بعد كده قلبتهم مع بعض. بعد كده هنزل ملح وفلفل اسود. انا ما بحبش احط اي اضافات، وطنط ماجده كانت بتعملها بمكرونه اسباجيتي، انا عملتها النهارده ببنه. نزلت بمعلقتين كبار من الصلصه اختياري، لو مش عايزين براحتكم، بس انا الطماطم بتاعتي اصلا ما كانش لونها احمر قوي يعني. وبعدين بسيبها على جنب تتسبك حوالي نص ساعه على نار هاديه. ننزل بقى بنوع المكرونه اللي انتوا عايزينه، بس صدقوني لو عملتوها بالاسباجيتي زي طنط ماجده يا لهوي على الحلاوه، كنت بستمتع بطريقه. وخدوا بالكم ان الصوص لما بيبتدي يتسبك بيعمل كده بابلز في وشكم، فخدوا بالكم عشان لبسكم وعينيكم بعد الشر عليكم يعني. وبعدين جبت طاسه حطيت فيها زيت عشان اجهز لتحمير الكفته الفراخ. اعملوا الترتيب ده بالظبط عشان الاكله ما تاخدش معاكم وقت وتظبط معاكم بسرعه قوي. صفيت المكرونه بتاعتي وما تغسلوهاش بعد اذنكم بعد ما تصفوها عشان انا محتاجه النشا اللي فيها دي عشان الصوص يمسك عليها. بعد كده بقى بدات ان انا احمر كفته الفراخ بتاعتي. ضروري جدا الزيت يكون متوسط، لان لو الزيت عالي هتتحرق من بره وهتكون لسه نيه من جوه. ولو الزيت بتاعكم قليل هتلاقوا البريدنج فك من عليها، البقسماط وقع كله اصلا في الزيت. وبس كده احنا خلصنا. المكرونه اتسلقت معانا، الصوص اتسبك، نحطهم على بعض ونقلبهم مع بعض كده لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. بصراحه حطيت افتكاسه مني شويه بقدونس خدتها من بابا، يا لهوي يا جماعه الحلاوه لو تتخيلوها على المكرونه بتكون خطيره ازاي. لازم تجربوا تحطوا شويه بقدونس على المكرونه. بابا اصلا عنده وصفه كان بيعملها لنا طول عمره مكرونه بالبقدونس، هخليه يعملها لكم. وعلى فكره الميزه في الوصفه دي ان انتوا تقدروا تخزنوا كفته الفراخ تكون مشويه او مقليه، وبقيه صوص المكرونه تقدروا تخزنوه في اكياس ثلاجه. هستنى رايكم وصور تطبيقاتكم. باي باي.